تعالي النهارده هاعرّفِك إزاي السمنة البلدي تقدري تميّزيها، هل هي مغشوشة والّا مش مغشوشة، إيه اللي بايعاها لِك، بايعاها لِك بما يرضي الله، ميزانها مضبوط، إزاي تقدري تعرفي هل هي مغشوشة والّا لأ من كمية السوائل اللي فيها، وبطريقة بسيطة جدًا هنفصل السوائل بتاعتها وتقعد معاكِ ما فيش ربع ساعة تتقدح على نار وتطلّعي أحلى وأنضف سمنة بلدي حرفيًا. كل سنة وأنتم طيبين، تعالوا نسمّي بالله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتعالي نشوف مبدئيًا عملنا إيه. دول 4 كيلو من الزبدة البقري، حطينا ال4 قوالب زبدة وتكون حلة يعني حاولي على قد ما تقدري يعني تكون مساحتها أكبر شوية من قوالب الزبدة، ما تحطّيليش مثلًا الزبدة تكون 4 كيلو تحطّهم في حلة يا دوبك تشيلهم، تمام. إحنا هنا كل اللي بنعمله هنعمل خطوة بسيطة جدًا عشان ما نفضلش طول اليوم نفضل واقفين عليها. إحنا هنعمل إيه، إحنا هنفضّيها ونحطّها على عين البوتاجاز، مجرد ما القوالب هتسيح معانا هنطفي عليها النار وهنسيبها لغاية ما تبرد. طبعًا أنتِ لو مسكتيها هتقدري تمسكيها درجة حرارتها مش هتبقى عالية لإنها ما اتقدحتش، هي مجرد بس ساحت. هناخدها بعد ما تبرد كده ونحطّها على رف التلاجة نبيتها ليلة كاملة أو ساعتين 3. طبعًا الجو دلوقتي ساقعة، يعني مجرد ما تلاقيها مسكت في بعضها كده هتخبّطي عليها هتلاقيها ناشفة معاكِ كده، عملت طبقة السمنة كلها وفصلت سوايلها كلها خلّيتها في القعر من تحت. هنيجي من جنب الحلة كده وهنبتدي نعمل خبطة كده بالمعلقة ونبتدي تلاقيها طلّعت كل السوايل اللي فيها. كده أنتِ عايزة أقول لِك إن أنتِ ما فيش 10 دقايق بالضبط وهتقدحيها ومش محتاجة تقفي طول اليوم، وكمية المُرْتة اللي هتطلع هتبقى قليلة جدًا لإن ما فيهاش سوايل. مجرد ما هتحطيها ما فيش ربع ساعة بالكتير هتلاقيها اتقدحت معاكِ، والسوايل دي عايزة أقول لِك هتعبيها في علبة عندِك أو في إزازة. أنا عبيتها في إزازة وباشيلها في الفريزر وقت ما باحب أعمل أي معجنات، تعملي كيك، بسبوسة، أنتِ مش محتاجة تحطي كمية دهون كتير لإن اللبن ده بخيره، يعني كل الدسم اللي موجود طالع من القشطة هتلاقيه موجود معاكِ هنا في قلب شوية اللبن اللي أنتِ شايفاهم دول. عملنا قبل كده الطريقة دي مع القشطة، وكتير منكم دعا لي ونجحت معانا جدًا، وناس كتير أوي بفضل الله عجبتهم ودعوا لي دعوة حلوة من قلبهم. ألف شكر لكل اللي كتب لي تعليق حلو من إيده. هتلاقي السمنة معاكِ كده مجمدة من بعضها كده، هتلاقيها عاملة زي الحجر كده، مسكت في نفسها خالص. هتبتدي تفتفتيها أو ما تفتفتيهاش، هتحطيها على عين البوتاجاز ما فيش. عايزة أقول لِك إن الطريقة دي ناجحة جدًا، جدًا، وهتخلّيكِ الناس اللي بتتعب جدًا من الوقفة على عين البوتاجاز وقدح السمنة تقول لِك على النار عالية وبعد كده تهدّي النار عليها، لأ أنا أضمن لِك بالطريقة دي ما فيش ربع ساعة بالكتير خالص وهتلاقيها فصلت سلاسل دهب. هتلاقيها بدأت تجمّع المُرتة بتاعتها الريمة اللي على الوش اللي على الجنب دي اللي أنتِ شايفاها دي، أول ما لونها يبقى دهبي فاتح كده اطفي عليها عشان السخونة هتغمّق لونها بزيادة. وتعالي بقى هاوريكِ إزاي تعرفي الغِش بتاعها. دلوقتي إحنا هنجيب القسط بتاعنا أو أيًا كان اللي بتعبيه فيه، أنا باحب أعبيها في أقساط اللي هي